معنا اليوم إن شاء الله شرح برنامج نفتل، البرنامج الروسي طبعا العملاق، اللي يعني لا جارمن ولا مجلان ولا قولاتهم طلع الخبر. ليش؟ للميزات اللي راح نتابعها معاكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا محمل البرنامج مسبق، تجدون رابط البرنامج بالوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. البرنامج من تعريب الأخ تميم. أنا لا أخفيكم، عربت البرنامج باسمي، لكن ما حبيت أشرح البرنامج اللي هو من تعريبي، لأن البرنامج اللي هو من تعريبي زي ما يقولون على الدقة القديمة، تنزل ملف البرنامج، بعدين تنزل الخرائط، بعدين تنزل ملف الصوت العربي، بعدين ملف التوجيه. فالأخ تميم مشكور جزاه الله خير بدون عرف طبعا. جميع هذه الملفات بملف واحد، زي ما راح تشوفون الآن. برنامج ينزل جاهز البرنامج خرائط المملكة العربية السعودية طبعا فقط لا غير، وموجودة يعني جميع الدول موجودة خرائطها. بالنسبة للخرائط، الخرائط الموجودة على البرنامج هنا اللي هي بصيغة الإصدار الثالث. فيما لو أنت حبيت تنزل خريطة لغير المملكة العربية السعودية، من المستحسن أنك تنزل الإصدار الثالث، أو إذا نزلت الإصدار الثاني تبين واحدة من الخريطة. مثلا نزلت خريطة الأردن بالصيغة الثانية. هنا نخلي الإعدادات زي ما هي: موافق، قبول، 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 موافق. هنا هي تحميل الخرائط طبعا اكس نعم. جي بي اس ما نبي نشغل جي بي اس. ليه؟ لأن جي بي اس راح يوديني للموقع اللي أنا فيه، المملكة الأردنية الهاشمية، وصراحة ما ينزل خريطة الأردن. ليس هذه المرة. بسم الله على بركة الله. نبدأ. نرجع لموضوع الخرائط. إذا أنت بتنزل مثلا خريطة ثانية، مثلا خريطة الأردن مثلا، من المستحسن أنك تنزلها الإصدار الثالث. وإذا نزلت الإصدار الثاني ما في مشكلة، لكن ما راح تبين معك. كل ما تفتح البرنامج راح تختار أحد الخريطتين: أو المملكة العربية السعودية أو المملكة الأردنية الهاشمية. أول ما نبدأ بالإعدادات فوق، أول إعداد هذا على اليمين، هذه خاصة بالطقس. الثانية البطارية، هذه الستلايت اللي هي نروح لعدد الأقمار الصناعية. هنا طبعا ما في ولا قمر ولا ارتفاع ولا أي بيانات. ليه؟ لأنه الجي بي اس طافي. فيما لو كان شغال يعطيك هنا على كم قمر أنت شابك، كم ارتفاعك عن مستوى سطح البحر، نعطي رجوع. هنا يعني احنا نشرح الأهميات، يعني الأهم. هنا هي علامة المسج، الرسائل. فيما لو تبي تبعث إحداثيتك الشخص أنت تضغط هنا على الزائد، تحط الاسم وترسل للشخص الطرف الثاني إحداثياته. طبعا هو هناك راح يطلع عند المرسل إليه خيارين: أو أن المسج يوصل المسج كمسج عادي على الجوال، يفتحها تطلع مشاركة للبرنامج، أو على الأغلب أن المسج يعني أنا عندي نفتل وأنت عندك نفتل، وديت لك إحداثياتي أرسلتها لك، غالبا ما راح تطلع عندك المسج على الجوال، يعني مسج عادي.
وين راح تطلع؟ راح تطلع هنا بالمسجات هذه، رسالة واردة. تفتح الرسالة يعطيك حفظ، تحفظ الموقع عندك اللي هو موقع المرسل. نجي هنا على البوصلة، أهم شيء أهم شيء أهم شيء تكون للأعلى، للأعلى، للأعلى. لأن إذا كانت غير كذا راح يعطيك اتجاه الواقع، اتجاه الواقع. طبعا أنت فيما لو كنت بالبر وضايع ما راح تعرف الواقع. كيف الواقع؟ الواقع اللي هو يعني رايح يحدد لك الشرق الواقعي مش الافتراضي. أما هنا الواقع الافتراضي اللي هو يعني معروف، للأعلى اللي هو شمال، للأسفل جنوب، لليمين شرق، لليسار غرب. بسم الله. نبدأ بعض الخصائص المهمة للبر. طبعا البرنامج كله عن البر، يعني ما يعني أهم ميزة فيه اللي هو للبر. شوف راح نحط هنا نقطتين عشوائيات بالبر، يعني نحط نقطة هنية نعطيها مؤشر، مؤشر، نعطيها سهم يمين، نعطيها نعم، نعطيها نعم. نرجع للخريطة. ليش رجعنا للخريطة؟ اللي هو احنا ما نبي نروح الموقع هذا، نبي هذه نقطة بداية. نقطة نهاية وين؟ خلينا نقول نحط هنية منطقة. شوف المنطقة الثانية، مؤشر، انطلق. احتساب الطريق. شوف هو الآن أعطاك، شوف، شارع زائد بر، شارع زائد بر. النقطة اللي أنت فيها، شوف النقطة اللي أنت فيها اللي هي بر، وداك خط مستقيم للأقرب ديرة عليك، أقرب ديرة، الأقرب ديرة. هذا الميزة الحلوة بالبرنامج، اللي هو تكون أنت ببر وتختار مثلا مدينة، يعطيك أقرب مسافة، الأقرب خط بخط مستقيم عليك، أقرب مسافة، أقرب مسافة اللي هي أقرب مسافة بالنسبة لك الطريق معبد، فيوديك للشارع المعبد وبعدين يمشيك على الشارع الرئيسي للمنطقة اللي حددتها أنت. شوف هنية، شوف هنية، لاحظ معي، لاحظ معي وين وداك، لاحظ معي يعني بعيد وداك، لأن ما في طرق معبدة للمنطقة هذه اللي أنت حددتها إلا الأماكن اللي حددها هو. طبعا فوق 34 كيلو المسافة غير صحيحة. ليه؟ لأن ما نمشغل الجي بي اس. شوف احفظ معي الرقم هنا، لاحظ 34 كيلو متر. شوف هنا هي الشارع، يعني رحنا على الشارع، شوف المكان خط مستقيم قريب لك، لكن انت الآن مختار الشارع. شوف وين وداك، يعني زي المسافة اللي هي بخط مستقيم ممكن زيها 4-5 مرات زادت عليك المسافة. بحال انت بتروح خط مستقيم ما تبي شارع، تضغط على اللي هي هذه اعدادات. لاحظ هنية مسار على الطريق، تحط مسار خارج الطريق، احتساب الطريق، موافق. شوف شايف الآن أعطاك خط اللي هو مستقيم. نرجع نعيد إعدادات، نرجع خط مستقيم مثلا، احتساب الطريق. شايف ارجع الأولي. هنا نحط إلغاء أو إيقاف الملاحة.
نرجع لشغلة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلة ثانية برضو يعني هي ما هي مهمة لكن يعني شبه مهمة. حط مثلا، شوف النقطة هذه نحطها هنا إياه. أنت دائما لنفرض النقطة اللي قاعد الدبوس اللي قاعد أحطه أنا، نفرض هي منطقة تواجدك أنت منطقة تواجدك أنت. شوف الخيارات، مثلا حطيت دبوس هنا يجيك هنا حفظ، هنا الاسم أول واحد، وثاني مستطيل اللي هو الوصف، وثالث خيار اللي هو النوع. عندك أنواع كثيرة هنا وعلامات كثيرة، يعني ممكن أنك يعني الأشياء المميزة مثلا يعني لا تتقيد أنت أنه بنقل بحرية بطيران مساعدة ملاحية على الهواء، لا تتقيد. احنا الأهم عندنا أنه كل ميزة من هذه الميزات اللهم صل على سيدنا محمد لها علامة خاصة. فأنت مثلا عندك أماكن يعني محببة تحطها مثلا على الهواء الطلق، مثلا على الهواء الطلق، مثلا ايش علامتها على الهواء الطلق؟ لنفرض انه مثلا اخضر، فالاماكن اللي عندك مثلا على الهواء الطلق اللون الاخضر اللي هي الاماكن المهمة عندك. النوع هي الافتراضي اللي هو الاحمر. نرجع رجوع، نعلم هنا نحط المؤشر اختيار نقطة بداية، يعني نحط السهم يمين. نرجع للخريطة، نكبر شوي وين نبي حنا؟ نبي هنية. شوف هنية، من هنية لهنية. انطلق. احتساب الطريق. شوف يعني من منطقة صحراوية شرق الشارع، المنطقة صحراوية غرب الشارع. شوف من البداية ودانا للشارع، من الشارع طبعا هي ودانا شمال شوي على أساس أنه مثلا انديور أو شيء من هذا القبيل، بعدين الشارع، بعدين المنطقة الصحراوية. فيما لو تبي أنت خط مستقيم تضغط على العلم هنا، إعدادات، خارج، احتساب الطريق، خط مباشر. نرجع الخريطة، خروج، طبعا هذه خروج أو إلغاء، إيقاف الملاحة، توقف الملاحة. عرض المسار اللي هو يعطيك العرض المسار عن قرب. إعدادات زي ما قلنا، يعني مسار خارج الطريق، الأسرع، الأقصر، هذه شغلات خليها زي ما هي. هنا عندك يعني دراجة، سيارة، طبعا كل وحدة لها مسار. هذا وين؟ هذا ينفع فيما لو تبي أنت منطقة صحراوية يمرها شارع معبد ثم منطقة صحراوية. أما من صحراء لصحراء هذه الأشياء غير مهمة نهائيا. رجوع هنا، إيقاف الملاحة. هذا وما توفيقي إلا بالله. كان معكم أخوكم الشمالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.